السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم جديد وفيديو جديد وميزانية 25 جنيه. النهاردة هيبقى فطارنا وغدا وعشانا 25 جنيه، وكمان فرست منه. هقولكوا عملت ايه بال25 جنيه، فيلا بينا. متنسيش تعملي لايك واشتراك في القناة وكومنت حلو منك لأي ميزانية، وبإذن الله هظبطها معاكي. يلا بينا على الفيديو. صلى على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، وبركة الرسول وسمي الله. كل حاجة بإذن الله هتبقى تمام. مفيش مستحيل، وإن شاء الله هنمشي الدنيا بإذن الله. فيلا بينا على الفيديو نشوف عملنا ايه بال25 جنيه الحلوين دول. وجبنا ايه؟ جبنا حاجة مالية السوق اليومين دول وسعرها حلو. طبعا انا كمان كنت جايباها وهو كان لسه غالي، ممكن يكون رخص اليومين دول شوية. جبت القرنبيطة الحلوة دي، كانت كبيرة جدا وحجمها كان كبير. كانت ب25 جنيه. إيه والله يا بنات، عملت منها فطرنا واتغدينا واتعشينا، وكمان شلت كيس في الفريزر، يعني ما قلتوش وما عملتش بيه حاجة. فكانت كميتها كبيرة جدا. فاول حاجة كده قطعتها قطع زي ما انتوا شايفين حلوة كده. وبعد كده حطيت بقى مية على النار، وحطيت فيها شوية من الكمون وشوية من الملح وشوية من الكركم كده يدي لون حلو للقرنبيط. بعد كده هنزل بقى بكل القرنبيط بتاعي لحد لما اسلقه. وانا ما بحبش اسلق القرنبيط قوي، يعني بحب اسلقه ايه كده 3/4 سوا، بحيث لما اجي اقليه ما يتهريش مني وما يبقاش مفرول. ولو مثلا زاد معايا حاجه مش هستعملها وهشيلها في الفريزر، يكون لها عمر برضو ان هي تتشال معايا في الفريزر. موسم القرنبيط وطبعا مال السوق، وبيبقى طعمه حلو جدا لما بتقليه وبتعمليه سندوتشات. وانا كمان بحب اعمله بالصلصه، بس ما اعرفش حد منكم بيحب يعمله بالصلصه ولا لا. انا طلعت لقيت امي بتطبخه في الصلصه زي اي خضار، وكنت بعمله كده برضو ساعات بيجي كده يعني ان انا نفسي اكله، بعمله بيكون طعمه حلو جدا. بس النهارده انا هعمله معاكم مقلي. بعد كده لما سلقنا القرنبيط ما شاء الله كميتها كبيره جدا، فيلا بقى نعمل الخلطه بتاعتنا اللي هنقلي بها بالقرنبيط. انا هعمل كده يعني طبقين. طبق هعمله سايل باللبن، وطبق هسيبه كده مش هحط عليه حاجه غير معلقه من النشا بس. هحط في الخلطه الاولانيه كده معلقه من النشا، وهبدا ان انا بقى ايه، ابهر الخلطه بتاعتي واظبطها كده عشان تكون حلوه في طعم القرنبيط. الخلطه اللي هي في الجنب دي انا ما حطيتش عليها غير نشا وملح، دي اللي انا ايه هقلب فيها القرنبيط. والتانية دي اللي احنا هنقلبها باللبن. حطيت كده بقى كمون وهحط ملح. إيه، وحطيت سنه فلفل اسود طبعا عشان هنحط بضايه. وهنبدأ بقى ان احنا نظبط القرنبيط بتاعنا. هنزل كده بالبضايه، وكان عندي كده كوبايه لبن في التلاجة. بشرت طماطمايه. دقيت كده فص توم بشويه ملح. يعني كل ده كان بواقي عندي في التلاجة، يعني انا ما جبتش حاجه مخصوص. انا دايما كده لما بحج مثلا بكون بعمل حاجه باللبن، بقوم راكنه كده كوبايه احتياطي، ممكن اعمل بيها اي حاجه في الاسبوع. فمثلا لو هعمل اي حاجه باللبن بقوم جايه راكنه كوبايه كده. وحطيت كمان كده عود من الخضرة، كان عندي عود من الكزبرة حطيته كده هيدي معاها طعم. هبدأ بقى ان انا اعجن كل الحاجات دي، المكونات بتاعتي دي باللبن. انت ممكن تستغني عن اللبن وتعجنيها بالمية، بس انا ايه قلت اللبن يعني هينفعني وهيكون طعمه احسن في الخلطة دي. فبدأت كده دلوقتي ان انا اعجنها بالمية زي ما انتوا شايفين، وهبدأ بقى اظبط الملح بتاعي. وبعد كده هنبدأ ان احنا نقلي القرنبيط. إيه طبعا القرنبيط بيتقلي بزيت يعني، فالدنيا هتمشي يعني، مش هنقول لا. بس انا بقول لكم ان الميزانيه بتاعتي ب25 جنيه، وكل البواقي اللي كانت عندي كانت بواقي في التلاجة. الدقيق كان متوفر عندي، كوبايه اللبن كان متوفره، البيضه كانت في التلاجة، فانا ما احتاجتش حاجات كتير. فانت لو انت عايزاه كريسبي قوي، انا حطيته في الخلطه الاولانيه دي وبعدين احطه في الخلطه السايله، ممكن ترجعيه في الكريسبي تاني، في اللي هي الخلطه اللي هي الناشفه دي تاني. هيبقى كريسبي معاكي قوي. لو انت مش حابه ان هو يبقى كريسبي معاكي قوي، او في طبقه طبقة من اللي هي الدقيق كتير، فبلاش تحطيه هنا. فبلاش تحطيه في الدقيق تاني، يعني حطيه في الدقيق وحطيه في الخلطة التانية، وقومي قليه في الزيت على طول. هنبدأ بقى ان احنا نقليه، وفعلا وجبة حلوة ومغذية وطعمها حلو كمان، تغيير في الاكل وتغيير في الطعام. ده كانت فيديو بتاعي النهارده معاكم، وميزانية النهارده معاكم طول اليوم 25 جنيه. انا بعمل وصفات كتير وبقدم وصفات كتير، لو انت محتاجة اي حاجة خش على الصفحة ان شاء الله واكتبيها هتنفعك. بعد لما بقليه كده بطلعه طبعا في مصفى، طالع لونه جميل وشكله حلو جدا، طعمه حلو ومقرمش. بيكون حلو كده لو عملتيه سندوتشات. ممكن تعملي شوية رز بالشعرية مع طبق سلطة، ممكن تقدمي جنبه شوية رز ابيض، يعني مش هيقولك لا. بس انا بصراحة لما بعمله بحب اكله بعيش وسلطة. بيكون طعمه حلو
وبصراحة بيكون كويس. عملت والله كمية كبيرة، وزي ما انا قلتلكوا زاد عندي كمان لتاني يوم، ما عملتش بيه حاجة فمكنتش هستخدمه، فشيلته في التلاجة وفرسته والله في التلاجة، وعندي دلوقتي في التلاجة ممكن اطلعه في اي وقت. ففي 25 جنيه عملت حاجات كتير، مفيش حاجة مستحيلة. وزي ما انا قلتلكوا لما نصلي على الرسول ونسمي الله واحنا بنعمل الحاجة، بركة ربنا بتزيد وبركة ربنا بتبقى زي الفل. اتمنى الفيديو يعجبكم، متنسوش تعملوا لنا لايك واشتراك وكومنت حلو منك. ولو انت محتاجه اي حاجه زي ما انا قلت لك اكتبي لي في الكومنتات، وان شاء الله اساعدك واستفيد منك. ولو انت عندك برضو افكار قولها لي، كلنا بنساعد بعض وبنستفيد من بعض. اتمنى الفيديو يعجبكم، هتوحشونا قوي لحد الفيديو اللي جاي. مع السلامه، اترككم في رعايه الله. مع السلامه.